كل إنسان منا يحب أن يكون له بصمة في هذه الحياة، ويذكرونها الناس بها مهما كانت أفعالنا أو مهما بلغت أفعالنا. ما راح يتذكرونها الناس إلا لما تكون مخطوطة أو تكون مقرونة بعلم. لأن المفروض أن الإنسان لما وجد على هذه البسيطة وجد لعمارتها، فإذا ما شاركنا في هذه العمارة فعلى الأقل لا نشارك في التخريب. هذه أو ذي كلها تخلد، لكن شيء منها يخلد ويتذكرونها الناس ويترحمون عليه، وشيء يخلد وكل ما تذكروه الناس كل ما انهالوا عليه بالدعاوي واللعن. اختر ما يتناسب معك ومع دينك. أنا ما أتوقع أن الدين حرضنا على التخريب أو القتل أو السلب أو النهب. تاريخنا مليء بالمسلمين على أشكال وألوان، منهم المجرم القاتل اللي سفك دماء ودماء معصومة، ولكن هذا الآدمي بعض الناس اللي هم على شاكلته لا زالوا إلى الآن يتذكرونه ويبجلون أقواله ويقولونها على منابر. هذا للأسف مخجل والله، لما يتذكرون كلامه وهو يقول أو قال كلمة المشهورة: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها. هذا ما ينبغي أبدا أن يكون على منبر من منابر الإسلام، لأن المنابر ما انحطت إلا للتقريب إلى الله وللتذكير بأفعال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. لا زال هناك من يتذكر هذا الآدمي ويترضى عليه ويبجل أفعاله، بالرغم أن أنهان أشد إهانة إلى أن مات وهو مهان. الشخصية الثانية يدعونه بخليفة، ولكن للأسف الخليفة دائما يكون خليفة رسول الله. يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نفس أفعاله، رحمة للعالمين وليس نكالا عليهم، وليس تدميرا لهم وقتلا لهم وسفكا لدمائهم المعصومة أبدا. قتل، بل استباح قتل الأبرياء وانتهاك الحرمات في المدينة وفض أبكار بنات الصحابة ورمي الكعبة بالمنجنيق. هذا هو الإجرام بعينه، وللأسف هناك من يترضى عليه إلى الآن لأنهم مجرمين مثله. الطيب يخلد بذكره وبطيبه. طبعا دائما نتذاكر الطيبين لأننا أناس نقول عن أنفسنا أننا طيبين، لكن المجرم هو اللي يخلد لك أفعال المجرمين. فإذا أي إنسان استعرض لك تاريخ إجرامي وصفق له فيعرف أنه هو وإياهم سواسية. يعني لو هو موجود في زمانهم كان سوى أدهى مما سووا. كن إنسان معطاء، إنسان يخلد الكلمة الطيبة، الفعل الطيب. صورة ثانية جمالية وجدا جميلة، دائما ما كنا نسعد بسماع هذه القصص الجميلة من تاريخ الجاهلية والإسلامي أو مقتبل العصر الإسلامي
والعصر العباسي والأموي، وقس على ذلك إلى عصرنا الحالي، العصور كلها الإسلامية إلى عصرنا الحالي. قصص الحب الجميلة اللي كانت ما بين عنترة بن شداد وما بين عبلة بنت عمه، وأيضا قيس بن ملوح وبنت عمه العامرية ليلى العامرية، وأيضا جميل وبثينة. خلد ذلك الحب الجميل لأنهم كلهم أدبيين، كلهم شعراء، خلدوا ذلك الحب إلى زمننا الحالي وإلى أزمان قادمة الله يعلم بها. يعني ما أحد ينكر أن الحب موجود منذ الأزل، ولا أحد ينكر أن الحب موجود إلى زماننا الحالي، ولكن في كثير من الناس ماتوا وكانوا أكثر حبا وأكثر شغفا من قيس بن ملوح ومن عنترة ومن جميل، لكنهم ليسوا شعراء، أو الإعلام ما سلط الأضواء على قصصهم الجميلة وعلى تضحياتهم، وهذا للأسف اللي خلد ناس وهمش ناس. فالجميل في الموضوع هذا كله، كل إنسان يكون له بصمة جميلة تخلد ويستمتع من يأتي بعده بسماعها والاطلاع عليها وقراءتها، حتى يكون قدوة على الأقل حسنة. خلدوا الجميل وحافظوا عليه، واتركوا المساوئ لأنها لا تتناسب معكم أبدا، ولا مع دينكم ولا تربيتكم. كونوا معطائين بكل ما أوتيتم من جمال.